جينيس بوك اوف ريكوردز دي مجموعه او كتاب مشهور جدا في بيتعلق بالارقام القياسيه. المصري محمد زينهم بطل مصري بيستطيع ان يؤدي حركات الضغط على صباعين اتنين فقط، ودي عمليه صعبه جدا. الواحد دلوقتي لو حب يعمل على ايدين الاتنين ورجليه معاهم مش هيقدر يعمل الضغط ده، لكن هو بيعملها على صباعين. دخل موسوعه جينيس بس انا مش مصدق بوك اوف ريكورد. مش مصدق الحاجات دي. مش مصدق بجد. لا دخل فعلا. انا يعني بصباعين اتنين. بصباعين اتنين صعبه جدا. طبعا. بس في تقرير، نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم. لم يكن محمد علي زينهم بطل اللياقة البدنية الذي دخل موسوعة جانس للأرقام القياسية من أوسع الأبواب أن يكون مصيره التجاهل التام من المسؤولين عن الرياضة المصرية، وأن ما قام به بطل مصري يمتلك قدرات خاصة من وضع اسم مصر في أقوى موسوعات العالم سيكون مصيره النسيان رغم الوعود الكثيرة التي حصل عليها اللاعب قبل دخوله لموسوعة جانس. زينهم المصري وابن مدينة طنطا نجح في أن يحطم الرقم القياسي بالضغط على إصبعين فقط. سجل أمام الملايين وبالتحديد في منطقة الأهرامات إحدى عجائب الدنيا السبعة في مارس الماضي رقما عالميا من الصعب تكراره عندما نجح في القيام ب46 عدة ضغط على إصبعين في 49 ثانية فقط. ووقتها نال اللاعب الوعود بأنه سيلقى كل الدعم والاهتمام. زينهم الذي صنع نفسه بنفسه ووصل إلى العالمية بأقل الإمكانيات من داخل منور منزله وبأدوات بدائية جدا وسط الفراخ والبط في بيته البسيط، وجه صرخة استغاثة للمسؤولين عن الرياضة بأن يكون هناك اهتمام بسيط به. زينهم أحلامه بسيطة ومشروعه بالبحث عن مكان مناسب يتدرب عليه حتى يستمر في تحطيم الأرقام القياسية في اللياقة البدنية. موسوعة جينيس انا بالنسبه لي لقيت الاول فيه انا بكسر اكتر من رقم. اول شفت واحد بيلعب ضغط على اطراف العشر اصابع في الدقيقه بيجيب 105، فبدات عملت الرقم بتاعنا كان 120، سجلته ورفعته على اليوتيوب. جاي بدات الاول ان انا اكسر الرقم دوت وكسرته الحمد لله. اصلا كنت مستعد من غير اي حاجه لان انا بجيب 500 عده ضغط متتالي، 500 في 500 في 500 في 3 مجاميع في 4 مجاميع، يعني ب 2000 عده في الساعه. لما كسرت الرقم دوت اللي هو بتاع 10 اصابع بدات ابص تاني، لقيت احاول اراسل جينيس، احاول اكلم الناس، لقيت ان الناس حتى لما رحت للمسؤولين مش مهتمين لان عادي يعني شايفينها مش اوفر او مش حاجه تشد الانتباه بتاع الاعلام او كده. فبدات ان انا العب ضغط على صباعين وده العب ضغط على صباع واحد بايد واحده، وبدات ان انا اشتغل في النظام دوت وابين للناس ان انا بجري على الحيطه 3 خطوات طول 3 خطوات عرض، وبطلع على جدران على الطوب الاحمر كده بحط صابعي ما بين الطوب. بدات ابين للناس مهارات تانية. اتمنى ان انا اشارك في بطوله اللياقه البدنيه بتاعه البيت الابيض اللي هتبقى في امريكا. اتمنى لو اقدر اعمل الحاجه ديت لان هي حاجه هترجع على مصر كلها بحاجه تشرف. مع الاسف ما فيش اي اهتمام شفته من اي نوع خالص، لا في نادي مثلا لعب فيه ولا في شغلانه حتى يتقاضى منها مرتب يصرف على مصاريفه الكتيره دلوقتي من تغذيه من لبس. موهبه ظهرت في موسوعه جينيس وكسر عده ارقام كثيره ويقدر يرفع اسم مصر عالي قوي بالنسبه لاعجاز هو بيقدر يعمله، لكن ما فيش اهتمام حقيقي خالص من اي نوع. شكرا للزميل اسلام فاروق على هذا التقرير. نموذج بيضرب في المنور، مفيش امكانيات. شفنا في الصور الراجل بيمارس رياضته فين. حطم ارقام قياسيه عالميه، سجل اسمه في اكبر موسوعه في العالم. ناشد الناس كتير، كل عام وانتم بخير. منظومه الرياضه في مصر فيها خلل رهيب. هذه النماذج في غيرها كتير، يمكن ده بيمارس حاجه خاصه بالقوه البدنيه، لكن بالتاكيد في نجوم كتير. احنا مشغولين طبعا
بنظام الكوره وبنظام الاغتراف اللي بوظ الدنيا والارقام الفلكيه اللي بيحصل عليها اللاعبين والى اخره. مش هنخش في تفاصيل، ربنا يزيده ويبارك. لكن مثل هذه النماذج، هذا التقرير ابيض واسود بيهديه كل اللي عايز يتدخل في الموضوع، من اول مجلس القومي للرياضه لرجال اعمال للجنه الاولمبيه لاي حد عايز يمد ايده عشان هذا النموذج ونماذج اخرى. اهلا وسهلا. انا عارف ان انا ببدا في مالطا ابو علي، مش كده؟ قبرص او قبرص. وشايف انه الراجل بيقول لك كنت بلعب رياضه، الاعلام مش جاي لي، فرحت ضارب على صباع واحد عشان يدي شكل اكبر من شكل الاثاره. هيطير في الهواء بعد كده عشان يلفت الانظار ما شوف هيعمل ايه على ضوافره. ده كلام. هو الحقيقه يعني بس الراجل ده طلباته بسيطه جدا. يا ريت عشان يخش يتمرن في نادي طنطا يسمحوا له ان هو يدخل مكرم معزز ويدوا له عضويه، يا ريت بدل ما ينط من على السور عشان يخش يتدرب. والده اعتقد كان بيتكلم على انه يعني مش لاقي شغل. يعني اعتقد ان الجماعه بتوع السينما ممكن يستفيدوا بهذه القدرات وهذه اللياقه وهذه المهاره، يبقى عندهم ذهنهم شان. وبعدين هقول لك على حاجه يا ابو علي، يعني برضو الفيلم ده مهم جدا. ذهنهم شان، انت بتتكلم صح. اذا ما عرفوش يخدموه في الرياضه ياخدوه بتوع السينما. يعني بالتاكيد ممكن جدا جدا هذا النموذج يبقى له حاجات في السينما، لانه فعلا عنده موهبه. يعني موهبه بلا امكانيات بلا ادوات. فكل عام وانتم بخير. جميل جدا. كده احنا وصلنا لنهايه الحلقه. ارجو ان زيلهم بجد يلاقي فرصه كويسه. اي واحد في مصر عنده مهاره او موهبه سواء في العلم او في الرياضه او في اللياقه او في الفن او في اي مجال، يا رب يلاقي حد يساعده دائما. اشكرك يا فتحي. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. تحياتي لحضراتكم وتحياتنا لكم جميعا، وان شاء الله نلتقي الاسبوع الجاي.